رجعنا لكم تاني وهنعمل بقى الصنف الحلو النهارده. هنعمل كنافه فور سيزون. انا بجيب طبق كده من عند مستلزمات الحلويات، بيبقى متقسم 4. وعندي هنا 350 جرام كنافه. انا محمراها كنافه عاديه جدا، بجيبها وبيتها ليله في الفريزر او اقطعها بالمقص او افرمها في الكب. وبعدين بحط على 350 جرام كنافه بالظبط تلت كوبايه سمنه، وببدا ومعلقه سكر بودره، وابدا احمرها على النار او في الفرن لغايه ما تديني الملمس ده كده واللون ده. تمام. عندنا بقى ايه براحتك، الحشوات دي براحتك. انا عملت هنا اخترت 4 صوصات: صوص الجناش الشوكليت، وصوص فراوله، وصوص لوتس زبده اللوتس، وصوص النوتيلا البيضاء. انت ممكن تعمليها فراوله ومانجا، براحتك خالص. تمام. دي عندي كريمه، وهنبدا نحط الطبقات مع بعض دلوقتي. الكنافه طبعا الكنافه فيها سكر بودره، مش هنزود السكر بتاع الكريمه. تمام. كل الصوصات اللي معانا دي فيها طبعا برضو سكر ومسكره، فاحنا عشان ما نزودش السكر قوي مش هنزود السكر اللي بنحطه في الكريمه. تمام. حط كده ال4 مع بعض. بصي الكنافه بالطريقه دي استحاله استحاله هتفشل منك، لان انت عامله كل خطوه لوحدها، انت بس مجرد بتحطي الطبقات على بعض. وزي ما قلنا الحشوه اختياري، ممكن تغيري فيها وتنوعي فيها براحتك خالص على حسب ما انت بتحبي حشوات ايه. معايا طبعا هنا مكسرات، ومعايا سبرينجلز، ومعايا فراولة، ومعايا بسكوت اللوتس زبدة اللوتس. يعني الحاجات دي بقى معاكي براحتك. عايزاها تعمليها مثلا فراولة ومانجا وشوكولاتة نوتيلا، اللي هي شوكولاتة السبريد يعني، دارت او البيضة. بس كده. دي سهلة ازاي الكنافة. طب لو زادت منك، يعني مثلا عملتي كيلو، حمرتي كيلو، ما كانش كل شويه نحمر بقى، حمري الكيلو مع بعض مره واحده، عليه كوبايه الا ربع كوبايه سمنه او زبده. خدي اللي هتاخديه والباقي حطيه كيس بلاستيك، كيس ثلاجه، وحطيه في الفريزر. وقت ما تعوزي تستعمليها هتطلعيه. ادي الكريمه بتاعتي اهي. بصوا بسم الله. هبدا كده نشيليها. عايزه تعملي الكريمه على حسب الحشوه، يعني الحشوه الفراوله تعمليها تحطي فيها صوص فراوله براحتك. انا هنا بحب اعمل كريمه هي نوع واحد، وهحط الصوص نفسه على الكريمه دلوقتي. طبعا احنا عارفين رمضان يعني كنافه، ودي حلوه سهله جدا، ويعني صعب جدا انها تفشل يعني، او مستحيل انها تفشل معاكي. نقفل بقى طبقه الكريم اللي احنا حطيناها. نحط الصوص بتاعنا بقى. هنا مثلا شوكليت. اني هحط هنا اللوتس. اني هحط هنا فراوله. وهحط هنا النوتيلا البيضاء. الله. بس هنبدأ نعملها بقى كده. نحط بقى طبقة الكنافة التانية. قصه سريعة جدا، سهلة وسريعة. ما فيهاش صعوبة، مش هنقف قدام الفرن خالص. احنا ممكن نحمرها اصلا زي ما قلت لكم كده كمية يعني. و- وتبداي تستعمليها بقى كل ما تحتاجيها، تطلعي الكيس من الفريزر وتبداي تستعمليه. بس جالك ضيوف فجأة، واحنا عارفين طبعا عزايم رمضان بتبقى كتيرة، هتطلعي الكيس وعلى طول على طول هتروحي عاملاه كده بالمنظر ده.
طيب هتفرق تحمير الكنافة سمنة أو زبدة؟ لأ مش هتفرق، ممكن تحمّريها بسمنة أو بزبدة، بس طبعًا لو سمنة بلدي هتدّي للكنافة طعم رهيب وريحة فظيعة. ليه بنحط السكر البودرة؟ إحنا بنحط السكر البودرة مع الكنافة مع السمنة في الأول خالص قبل ما نحمّرها، ليه بقى؟ عشان تدّينا لون المحمِر اللي إحنا شايفينه للكنافة ده، اللون ده هييجي عن طريق كرملة السكر أو إن إحنا بنسوي السكر مع الكنافة والسمنة على النار، تمام؟ بس إحنا مش هنعمل حاجة بقى أكتر من إن إحنا هنساوي كده اللي إحنا حطيناه، هنساويه كده. طيب أنا ما عنديش الأطباق دي ومش هاعرف أجيبها، هاتصرّف إزاي؟ أي بولة زي دي كده هنبدأ نحط فيها الطبقات، كنافة، كريمة، كنافة، كريمة، وفي الآخر هنحط الصوص بتاعنا اللي إحنا هنحشي بيه. عايزاكِ بقى أول ما تشوفي الحلقة إن شاء الله تقومي بسرعة، بسرعة تطبّقي الوصفة دي، وإن شاء الله هتلاقيها سهلة خالص. بس هنبدأ بقى نحط كده كريمة، دي خلاص آخر طبقة كريمة، إن إحنا بعد كده هنحط بقى إيه، الصوص عليها وخلاص. ما فيهاش يا جماعة نسبة فشل 1%. ما أنتِ مش خايفة الكنافة تلزق، مش خايفة الكنافة ما تطلعش، مش خايفة الكنافة ما تحمرش، بُصّي ما فيهاش أي نسبة فشل خالص، وسهلة وسريعة زي ما إحنا شايفين، وممكن تعمليها يعني تختاري صوص من الصوصات دي أو حشوة من الحشوات دي، وتكتفي بيها تعملي صينية واحدة بطعم واحد يعني. طب عندي بقى ولادي اللي بيحب الشوكولاتة واللي بيحب الكريمة واللي بيحب الفراولة، خلاص يبقى سهلة جدًا هنعملها لهم بالمنظر ده وبالطريقة دي، في كاسات زي دي أو في بولات، بس كده. أنا ما جبتش الspatula بتاعتي عشان ما حدش يقول أصل أنا ما عنديش spatula هاساويها بإيه؟ لأ بضهر معلقة، بس كده. الكريمة تقلت شوية من البرد، عادي خالص هنساويها بس. الشوكولاتات دي بقى ده عبارة عن 100 جرام شوكولاتة، حطيت عليهم 40 جرام لبن وحطيتهم على النار لمّا يفكوا خالص، وبقى الجناش بالمنظر ده كده، حطيته في أي كيس حلواني أو كيس تلاجة براحتك خالص. الكريمة كانت عايزة تخف شوية، بس عادي مش مشكلة خالص، هنضبطها دلوقتي مع الtopping اللي إحنا هنحطه. بس كده. طيب الكنافة ليها فوايد؟ آه طبعًا ليها فوايد، بس نبعد شوية برضه عن السكريات، نحاول نقلل السكريات قد ما نقدر، طبعًا إحنا عارفين رمضان كله حلويات وكله سكريات، فنحاول قد ما نقدر السكريات نقللها ونقلل السعرات الحرارية خصوصًا بالليل، يعني الكلام ده ممكن أول ما نفطر أوكي، لكن بعد ما فطرنا خلاص بقى ساعة السحور صعب جدًا إن أنا أخلّي حلويات كتيرة في سحوري، أولًا هنعطش كتير، ثانيًا السعرات دي حرقها هيبقى بطيء أوي. هات شوية مَيّة، بس كده إيه، أخِف بس الكريمة شوية عشان أعرف أفردها أهي. بس. إن شاء الله بقى الحلقات التانية هنعمل وصفات حلويات كتيرة جدًا، وممكن تتابعيني على القناة أو على الpage ماهي sweet، هتلاقي وصفات حلويات كتيرة جدًا بالكنافة وبالبسبوسة وبالتورت، هتلاقي وصفات كتيرة معمولة جدًا إن شاء الله تفيدِك. بس أنا إيه، هابدأ بس أنعّم بس الكريمة كده عشان أبدأ أحط عليها الصوص. هنعمل كمان قولوا لي كده بيقولوا لي في الcomments في الصفحة وفي الpage تحبوا الحلقة اللي بعد كده تبقى بتتكلم عن إيه؟ ممكن تحطوا الكريم شانتيه أنا عاملاه إزاي، عبارة عن كوباية كريم شانتيه وعليها معلقتين سكر بودرة، تمام، وباضربهم مع نُص كوباية لبن متلج أو مَيّة متلجة، براحتكم خالص. هنا الشوكليت
هغطي كده الوش كله. الجناش الشوكولاته البيضه بيختلف عن جناش الشوكولاته الدارك. جناش الشوكولاته الدارك زي ما احنا قلنا بتاخدي نص كميه الشوكولاته لبن. جناش الشوكولاته البيضه بناخد الربع، مش بناخد نصها، بناخد الربع. يعني حطينا مثلا 400 جرام شوكولاته هتاخدي 100 جرام لبن. تمام. نبدا بقى نحط بقيه الصوصات بتاعتنا. ده كده النوتيلا، نوتيلا البيضه دي انا خفيتها بس بمعلقه زيت، وبدات احطها كده في كيس حلواني. خلاص خلصنا الوجبه بتاعتنا بتاعت النهارده، المكرونه بالبشاميل بالفراخ وسبانخ وكنافه الفور سيزون. بس شكلها بقى حلو ازاي. عادي جدا لو الكريمه جمدت منك، او عشان احنا طبعا رمضان السنه دي في شتاء، فسهله جدا ان هي تفك. معلقه حطيها في ميه سخنه وامشي برده ماشيه كده على الكريمه، هتلاقيها فكت معاكي وبقت تمام. ده الجزء بتاع اللوتس، حطينا عليه بسكوته لوتس كده وحبه سبرينكلز. ده الجزء بتاع الفراوله، حطينا عليها فراوله صحيحه كده زي ما هي. وده الجزء بتاع النوتيلا البيضة، حطينا عليها واحدة كريز، وهنا عين جمل ورمضان كريم. هنعمل بقى التزيين بتاع المكرونة. يعني أي حاجة كده، ممكن طماطم شيري، أو بتاع ده اسمه هو اسمه ده؟ بقدونس. بقدونس هتحطوه كده في الوسط. وكده خلاص خلصنا النهارده حلقتنا. يا رب الوصفه النهارده تعجبكم وتكون سهله وبسيطه عليكم، تجربوها وتعجبكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا، واشوفكم بحلقه جديده قريب ان شاء الله. باي باي.